اهلا ومرحبا بكم طلاب اولى ثانوي. معاكم المستر عزت في قناه عمو زيزو. النهارده عامل لكم مراجعه شامله للمنهج كله بطريقه مبسطه جدا وسهله. هنلم فيها الجزء النظري، الجزء الخاص بالتعريفات والقوانين والافكار المهمه اللي موجوده معانا في المنهج. لو عايز شرح مفصل للمنهج هتلاقي القناه موجود عليها شرح مبسط جدا للمنهج. لو متاخر في المنهج وعايز تلمه في اخر شهر هتلحق تلمه ان شاء الله. شرح الفيديوهات كله ما يكملش ساعه، والفيديوهات كلها مجانيه. في كمان تلخيصات وفي أسئلة وفي مراجعات لو احتاج. منهج الفيزياء اللي عندنا كله عبارة عن بابين. الباب الأول فيه فصلين والباب الثاني فيه 3 فصول. الفصلين اللي في الباب الأول فصل بيتكلم عن القياس الفيزيائي وفصل بيتكلم عن الكميات القياسية والكميات المتجهة. لو انتوا فاكرين كنا خدنا في القياس وقلنا ان هو عملية مقارنة بتتم بين كمية مجهولة وكمية معلومة. الهدف من عملية القياس ان احنا نقدر الكمية اللي معانا دي، زي مثال البرتقانة اللي انا قلت لكم عليه. عناصر عملية القياس عندنا 3 عناصر لعملية القياس، سواء كان الكمية او الأداة او وحدة القياس. الكمية اللي انا بقيسها والأداة اللي انا بقيس بيها ووحدة القياس، ودي اهم حاجة عندنا. الكميات الفيزيائية مقسمة عندنا لنوعين، كميات فيزيائية أساسية وكميات فيزيائية مشتقة. الكميات الفيزيائية الأساسية من اسمها دي أساس ما بنعرفهاش بدلالة كميات أخرى. الكميات الفيزيائية المشتقة من اسمها مشتقة، بنشتقها من حاجة، بنشتقها من الكميات الأساسية. أمثلة الكميات الأساسية الطول والزمن والكتلة، 3 أمثلة دول ثابتين معانا طول المنهج. وأمثلة الكميات المشتقة زي الحجم والسرعة. عندنا بعد كده حاجة اسمها المعادلة الفيزيائية. المعادلة الفيزيائية دي عبارة وبشكل مبسط جدا دي صورة مختصرة لوصف فيزيائي له دلالة، صورة مختصرة لوصف فيزيائي. زي ايه مثلا؟ السرعة بيساوي المسافة على الزمن. لو كتبناها السرعة بيساوي المسافة على الزمن، تيجي تعملها صورة معادلة فيزيائية هتكتب الفي بيساوي الدي على التي. دي المعادلة الفيزيائية. عندنا بعد كده ادوات القياس. ادوات القياس سواء كان للطول هناخد مثال المسطره، وللكتله هناخد الميزان ذو الكفتين، وللزمن هناخد الساعه سواء كانت ساعه رقراف او ساعه رقميه. طيب جميل قوي، احنا اخدنا كده ادوات القياس واخدنا انواع الكميات. باقي عندنا ايه؟ بس نركز اهم حاجه بس على القدمه ذات الورانيه، القدمة ذات الورانية والميكرومتر، عشان الاثنين دولت بيتكرروا في الامتحانات كتير، ولو جالك اي سؤال فيهم هم غالبا الاثنين بيتعلقوا بيستخدموا للاطوال الصغيرة جدا زي قياس سمك ورقة مثلا. عندنا بعد كده وحدات القياس. عندنا 4 أنظمة لوحدات القياس، 4 أنظمة لوحدات القياس. الزمن موحد طبعا في كل سنة. عندنا النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري والنظام العالمي للوحدات. النظام الفرنسي او نظام جاوس ده سنتي ومتر وسنتي ومتر وثانية، طبعا الثانية موحدة في كله. والبريطاني القدم والباوند، والنظام المتري المتر والكيلوغرام. والنظام العالمي للوحدات هو النظام المتري. طيب تمام. عندنا بعد كده الوحدات المعيارية. احنا قلنا ما تنسوش ان هم 4 أنظمة، والنظام اللي احنا شغالين بيه هو النظام العالمي للوحدات. عندنا بعد كده الوحدات المعيارية. احنا عندنا كم كمية أساسية؟ عندنا 3 كميات أساسية، الطول والكتلة والزمن. فلما نجيب الوحدات المعيارية هنجيب لي ال3 دولت الأساس المهمين معانا. الطول، معيار الطول المتر العياري، ومعيار الكتلة الكيلوغرام العياري، ومعيار الزمن الثاني. طيب ايه هو الكيلوغرام العياري؟ لما تتكلم عن الوحدات المعيارية عموما عندك أهم حاجة فيها سبيكة البلاتين والإيريديوم. دي موجودة معاك في كل الوحدات المعيارية غالبا. موجودة في الطول بس هي السبيكة عبارة عن ساق من إساق، وموجودة في الكتلة بس السبيكة عبارة عن أسطوانة. والزمن طبعا عارفينه ان المعيار بتاعه الثانية، وأدق حاجة فيه هي ساعة السيزيا. يعني لما تيجي تتكلم عن الوحدات المعيارية سبيكة البلاتين والإيريديوم. في الطول بتبقى عبارة عن ساق، وفي الكتلة عبارة عن أسطوانة. طيب ليه بنستخدم سبيكة البلاتين والإيريديوم؟ عشان السبيكة دي بتتميز بالصلابة وما بتتفاعلش مع الوسط المحيط. ماشي كده جميل قوي. عندنا بعد كده معادلة الأبعاد، أنا بحب أسميها صيغة الأبعاد. عندنا فيها 3 عناصر أو 3 حاجات، وهي ليها 3 خطوات عشان تجيب أي معادلة أبعاد كمية فيزيائية. معادلة الأبعاد ال3 حاجات اللي فيها التعريف والصورة العامة ليها والخطوات اللي بنجيبها فيها، اللي زي ما قلت إن هم 3. اعرف معادلة الأبعاد دايما 3 في 3 فيها 3 حاجات وليها 3 خطوات. أول حاجة تعريف. معادلة الأبعاد دي باختصار جدا دي عبارة عن صيغة
اللي انا بسميها صيغه الابعاد بنستخدمها في ان احنا نعبر عن الكميات المشتقه بدلاله الكميات الاساسيه. يعني معادله الابعاد دي صيغه بنعبر بها عن الكميات المشتقه بدلاله الكميات الايه الاساسيه. الصوره العامه ليها زي ما موجوده قدامكم. الاي دي رمز لاي كميه فيزيائيه بتساوي الام في ال في التي، كل منهم مرفوع لاس معين. الثلاث ابعاد اللي قدامنا دولت هم الثلاث ابعاد بتوع الكميات الايه الاساسيه، الكتله والطول والزمن. طيب الخطوات كده اخدنا حاجتين. اخدنا اول حاجه تعريف المعادله، صيغه الابعاد، وقلنا ان هي بتعبر بيها عن الكميات المشتقه بدايه الكميات الاساسيه، وعرفنا الصيغه العامه بتاعتها. عندنا بعد كده ازاي الخطوات اللي بنكتب بيها معادله الابعاد. هم 3 خطوات زي ما قلنا. معادله الابعاد 3 في 3. اول حاجه بتكتب العلاقه، وتاني حاجه بتكتب العلاقه، وتالت حاجه بتحول العلاقه. ايه يعني؟ عندنا 3 خطوات. اول حاجه تكتب العلاقه، تاني حاجه بتكتب العلاقه برضه، تالت حاجه بتحول العلاقه. يعني العلاقه موجوده معانا في الثلاثه. اول مره ما بتكتب فيها العلاقه بتكتب العلاقه المطلوبه اللي عندك. تاني حاجه بتكتب العلاقه بدلاله الوحدات الاساسيه اللي هي طول والكتله والزمن. تالت حاجه بتحول العلاقه لكتله وطول وزمن. ما تنسوش ال3 خطوات دول. تكتب العلاقه وبعد كده بتحول العلاقه. عندنا بعد كده التحويل بين الوحدات. عندنا وحدات صغيره جدا ووحدات كبيره جدا. الوحدات الصغيرة بتبدأ من النانو 10 أس سالب 9 وصولا إلى الجيجا 10 أس 9. طبعا زي ما انتم عارفين لما بتحول من الكبير للصغير بتضرب. طب من الصغير للكبير بتقسم. احفظوها كده، من الكبير للصغير بنضرب، من الصغير للكبير بنقسم. الجزئية اللي عندنا بعد كده أخطاء القياس. ركزوا معايا عشان أخطاء القياس دي مواضع أسئلة امتحانات. اخطاء القياس دي بتبقى بسبب 4 حاجات مفيش غيرهم. اخطاء القياس بسبب 4 حاجات مفيش غيرهم. يا اما خطأ في اختيار الاداة، يا اما خطأ داخل الاداة نفسها، يا اما خطأ في الشخص حامل الاداة، يا اما خطأ في العوامل البيئية. عندنا اخطاء القياس اسبابهم 4 حاجات. 3 حاجات متعلقين بالاداة، وحاجة واحدة متعلقة بالعوامل البيئية. اول حاجة الاداة اللي بنقيس بيها. تاني حاجة خطأ في اختيار الأداة اللي احنا بنقيس بيها. معلش. تاني حاجة خطأ داخل الأداة نفسها. تالت حاجة خطأ في الشخص اللي بيقوم بعملية القياس. رابع حاجة العوامل البيئية. أنواع القياس ودي هنعمل مقارنة فيها. هنمثلها بماتش بسيط جدا بين فريقين، واحد لابس التيشيرت الأزرق وواحد لابس التيشيرت الأحمر. مقارنة بين أنواع القياس: القياس المباشر والقياس غير المباشر. القياس المباشر كل حاجة فيه واحدة، والقياس غير المباشر كل حاجة فيه عدة. القياس المباشر كل حاجة فيه واحدة، والقياس غير المباشر كل حاجة فيه عدة. القياس المباشر تستخدم فيه أداة واحدة وبتجري عملية قياس واحدة ويبقى فيه خطأ واحد. ادي كده في القياس المباشر. القياس غير المباشر كل حاجة فيه زي ما احنا قلنا عدة أدوات. تستخدم عدة أدوات وبالتالي بتعمل عدة عمليات، وبالتالي بيكون عندك عدة أخطاء. مثال القياس المباشر كأنك بتقيس الطول، عملية واحدة بس بتقيسه بالمسطرة. مثال القياس غير المباشر ايه الحاجة اللي مشتقة من الطول؟ الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، فكلها أطوال. المثالين راح اربط لكم المثالين ببعض. الحجم والطول الاثنين واحد مشتق من الثاني. لما بتيجي تقيس الطول بتقيس الطول الارتفاع والعرض والطول. بتعمل كام عملية؟ بتجري 3 عمليات، وبالتالي بيجي عندك عدة أخطاء. ده في القياس غير المباشر. آخر حاجة في المقارنة ما بينهم إن القياس المباشر ما فيهوش أي علاقة رياضية بتعوض فيها. أنت لما بتقيس الطول بتقيسه على طول بالمسطرة، مش بتحتاج تعوض في علاقة. بس القياس غير المباشر بتعوض في في علاقة. بعد كده عندنا حساب الخطأ في القياس. أي عملية قياس فيها خطأ حتى لو كانت دقيقة جدا. احنا قلنا القياس عندنا مباشر وغير مباشر، فبالتالي لما تيجي تشوف اخطاء القياس هنشوف اخطاء القياس في القياس المباشر واخطاء القياس في القياس غير المباشر. طيب ايه اخطاء القياس في القياس المباشر؟ عموما اي خطأ عبارة عن خطأ مطلق وخطأ نسبي. ناخد الخطأ في القياس المباشر هيبقى في كم نوع من الخطأ؟ نوعين: خطأ مطلق وخطأ نسبي. الخطأ المطلق ده فيه كلمتين بس، دي قيمة حقيقية وقيمة مقاسة. خطأ مطلق قيمة حقيقية وقيمة مقاسة. طب والخطأ النسبي من اسمه نسبة بين حاجتين، بس الحاجتين دولت نسبة بين الخطأ المطلق اللي احنا جبناه والقيمة الحقيقية. يبقى ركزوا معايا، الخطأ المطلق ده علاقة بين حاجتين: قيمة حقيقية وقيمة مقاسة. قيمة حقيقية وقيمة مقاسة، فرق بينهم عموما يعني قيمة حقيقية ناقص قيمة مقاسة. الخطأ النسبي ده نسبة بين حاجتين، النسبة دي بين الخطأ المطلق اللي انا لسه حاسبه والقيمة الحقيقية اللي معانا. طيب القوانين بتاعتهم موجودة قدامنا في الشكل: دلتا اكس
بتساوي القيمه المطلقه لاكس نوت ناقص اكس. القيمه الحقيقيه ناقص خطا مطلق، اول ما نشوف خطا مطلق على طول قيمه حقيقيه ناقص ايه مقاس. العلامتين اللي قدامنا دولت معناهم ان الناتج اللي يطلع دايما ايه بالموجب. طيب الخطا النسبي من اسمه نسبه بين حاجتين، نسبه من الخطا المطلق اللي انا لسه جايبه والقيمه الحقيقيه ايه اللي معايا. ندخل بعد كده على القياس غير المباشر، وركزوا معايا وما تسرحوش. احنا كنا قلنا ان القياس غير المباشر بنجري فيه اكتر من عملية قياس. طيب جميل قوي. عمليات القياس مثلا ممكن ضرب وجسمه وطرح والكلام ده كله. احنا هنجيب الخطأ في القياس غير المباشر في العمليات الاربعة دول، بس في حاجتين مع بعض وحاجتين مع بعض. الضرب والقسمة الاتنين مع بعض، والجمع والطرح الاتنين مع بعض. واحنا لما بنحسب اي خطأ بنحسب الخطأ النسبي وبنحسب الخطأ الايه المطلق. طب يلا نحسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي في عملية الجمع والطرح. الخطأ المطلق هيساوي مجموع الأخطاء المطلقة. جميل قوي. طب والخطأ النسبي الخطأ النسبي هيساوي نفس القانون بتاع الخطأ النسبي الأولاني، اللي هو ايه العلاقة بين الخطأ المطلق والقيمة ايه الحقيقية. وانت غالبا مش مطالب انت بحفظ القوانين، انت ممكن تخش بسكيمة فيها القوانين، بس ده يعني في حالة ان انت ايه ما دخلتش بالقوانين. طيب في عملية الضرب وفي عملية القسمة الخطأ المطلق مجموع الأخطاء، والخطأ النسبي بص ركز للقانون اللي قبل كده. الدلتا اكس عندك فوق ايه فوق في المقام، لما تعمل طرفين في وسطين الدلتا اكس هتساوي ايه هتساوي الار في الاكس نوت. يبقى انت ما جبتش قانون من دماغك، القانون موجود معاك اساسا، انت يا دوبك ايه طلعت جبت الاكس نوت دلتا اكس لوحدها ايه في جنب. يعني باختصار بسيط جدا لما تيجي تحسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي في القياس غير المباشر هتجمع الأخطاء، في الجمع والطرح هتجمع الأخطاء هتجمع الأخطاء المطلقة، وفي الضرب والقسمة هتجمع الأخطاء النسبية. والقانون بتاع الخطأ النسبي ثابت معاك في كله، مش محتاج حاجة تانية. كده قشطة كده قشطة. يلا بينا على الدرس الثاني. كده خلصنا الدرس الأول ويلا بينا على الدرس الثاني. الدرس الثاني قلنا بيتكلم عن الكميات القياسية والكميات المتجهة. الكميات القياسية قياس بنعرفها بالمقدار فقط، مش محتاج ان احنا نعرف الاتجاه، زي الوزن والكتله والمسافه. ركزوا على المسافه عشان في مقارنه بينها وبين الازاحه هتيجي دلوقتي. عندنا بعد كده الكميات المتجهه بنعرفها من اسمها مقدار واتجاه. هيزيد عليها ايه بس من اسمها هيزيد عليها الاتجاه. دي زي الازاحه، وركزوا بين المسافه والازاحه عشان هيبقى بينهم ماتش ومقارنه دلوقتي. هناخد الفريق الاصفر ناخده ايه المسافه، والفريق الاخضر هناخده ايه الازاحه. يبقى انت عندنا مقارنه بين فريقين. دي تاني مقارنه معانا في المنهج. المقارنه الاولانيه كانت بين القياس المباشر والقياس غير المباشر، وقارنا بيها بين 3 عناصر اللي هم الادوات وثالث حاجه وتاني حاجه اللي هي الامثله، وثالث حاجه العلاقه الرياضيه. عندنا بعد كده نرجع تاني للمقارنة بين المسافة والإزاحة. قلنا المسافة بالفريق الأصفر والإزاحة بالفريق الأخضر. المسافة بنعرفها بإيه؟ إن هي طول المسار اللي الجسم اتحركه كله. المسافة دي إيه؟ اللي الجسم مشاه كله، تمام؟ والإزاحة دي أقصر مسافة بين إيه؟ نقطتين. يعني المسافة اللي الجسم مشاه كله ده مسافة، أقصر مسافة بين النقطتين ده بنسميه إيه؟ إزاحة. المسافة كمية قياسية ما بتحتاجش الاتجاه، بعكس الإزاحة كمية متجهة بتحتاج للمقدار والاتجاه الاثنين مع بعض. وتعلمهم دايما بإيه؟ إن المسافة دايما بتكون أكبر من الإزاحة. ليه؟ لأن المسافة هي طول المسار اللي الجسم قطعه كله، فأكيد هتبقى كبيرة. والإزاحة بتقول لك دوبك أقصر نقطة بين إيه؟ موضعين، أقصر نقطة بين الموضعين هي الإزاحة، فدايما المسافة تبقى أكبر من الإزاحة. عندنا بعد كده جزء خاص بجبر المتجهات. عندنا فيه 4 أشياء أو 4 عناصر هم عبارة عن جبر المتجهات كامل، مفيش حاجة تاني. هناخد فيه المحصلة والتحليل والضرب وقاعدة اليد اليمنى. 4 حاجات في جبر المتجهات: محصلة وتحليل وضرب وقاعدة اليد اليمنى. محصلة وتحليل وضرب وقاعدة اليد اليمنى. المحصلة اللي هي الجمع باختصار جدا، الجمع عبارة عن قوة واحدة بتساوي مجموع قوة. المثال بتاعها ايه؟ مثلا احمد شال حاجات زي اللي شالها اسلام ومحمود، فاحمد محصلة احمد بيساوي محصلة لاحمد لاسلام وايه ومحمود. احمد ايه محصلة لاسلام ومحمود عشان شال نفس الحاجة اللي هما الاثنين شالوها. يعني المحصلة دي عبارة عن قوة واحدة بتساوي مجموع ايه قوة. طيب بنجيب المحصلة بكم طريقة؟ بنجيب المحصلة بطريقتين، طريقة المثلث وطريقة متوازي ايه الاضلاع. وفي النهاية هو قانون واحد بتاع المحصلة، ان السي متجه بيساوي الايه متجه زائد البي متجه.
عندنا بعد كده تحليل المتجه، ده العنصر الثاني. يبقى العنصر الاولاني كان المحصله اللي هي الجمع، ودي عباره عن ان كنا قوه واحده بتساوي مجموع قوه، وان السي اللي هو متجه الجمع بيساوي ايه زائد بي، متجه ايه زائد متجه بي. عندنا بعد كده التحليل بيبقى في اتجاهين، في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. التحليل بيبقى في ايه؟ في اتجاهين، في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. في اتجاه اكس يبقى في حاجه بتقول مطرح ما تنام حط لها جيب التمام. اكس ده اللي هو المحور الايه الافقي اللي موجود دايما تحت، جيب التمام ده اللي هو الكوزين. الاف اكس هتساوي اف كوزين سيتا، دي حاجه تحفظها بيها يعني، ان الاف اكس ده المحور الافقي، ومطرح ما تنام حط لها جيب التمام، جيب التمام اللي هو الكوزين، فاللي في اتجاه اكس دايما معاه الكوزين، يبقى اف اكس هتساوي اف كوزين سيتا. والاف واي طبعا اخدنا الكوزين يبقى فاضل ايه؟ ساين، اف واي هتساوي اف ساين سيتا. ده تاني عنصر في جبر المتجهات. تالت عنصر الضرب فيه نوعين، فيه قياسي وفيه اتجاه. ناخد الضرب القياسي اولا. ملحوظه بسيطه جدا، الضرب القياسي الكميه اللي ناتجه منه كميه قياسيه عشان كده سميناها قياس، والضرب الاتجاهي الكميه اللي ناتجه منه كميه ايه؟ متجهه عشان كده سميناها اتجاهي. الضرب القياسي عباره عن ايه؟ الاي متجه في البي متجه بيساوي الاي بي كوزين سيتا. معنى ان انت تكتب الاي والبي من غير سهم فوقيهم معناهم ان هم مش متجه، معناهم ان هم ايه؟ قيمه. يعني باختصار الضرب القياسي عباره عن قيمه المتجه الاول في قيمه المتجه الثاني في جيب الزاويه ما بينهم. الضرب الاتجاهي وقلنا ما دام هو اتجاهي يبقى ليه اتجاه. اخدنا الكوزين يبقى فاضل لنا ايه؟ الساين. ايه متجه كروس اي بي متجه، العلامه اللي قدامنا دي معناها كروس، هتساوي اي بي ساين سيتا في ان متجه. ان متجه ده هو الاتجاه بتاع الضرب الاتجاهي. طيب المتجه ده نظامه ايه؟ المتجه ده عمودي على المتجهين اللي معانا، يعني المتجهين اللي انت ضاربهم اتجاهي المتجه ده بيبقى عمودي ايه؟ عليهم. طيب جميل. عندنا بعد كده قاعدة اليد اليمنى. قاعدة اليد اليمنى عندنا مخصوصة للمتجهين اللي احنا لسه بنتكلم عليه. قاعدة اليد اليمنى دي بتجيب بيها اتجاه المتجهين، قلنا ان هو عمودي على المتجهين ايه وبي. بتعمل قاعدة اليد اليمنى دي عبارة عن تطبيق. بتعمل ايه؟ لما تحرك اصابع ايدك جهة اليمين، اصابع ايدك اليمين جهة اليمين، اتجاه الابهام اللي هو صباعك الكبير هيبقى ايه؟ بيتحرك لفوق، ده بيشير لاتجاه الايه؟ اتجاه ايه؟ المتجه ان. كده نكون خلصنا الباب الاول، ويلا بينا بسرعة على الباب الثاني. الباب الثاني مكون من 3 فصول. الفصل الأول بيتكلم عن الحركة في خط مستقيم، والفصل الثاني بيتكلم عن الحركة بعجلة منتظمة، والفصل الثالث بيتكلم عن القوة والحركة. نبدأ في الفصل الأول اللي بيتكلم عن الحركة في خط مستقيم. هشرح لكم فيه تعريف الحركة وأنواع الأجسام من حيث الحركة وأنواع الحركة. نبدأ بتعريف الحركة. الحركة دي عبارة عن تغير موضع مع الزمن. الحركة ايه؟ تغير موضع مع الزمن، وده بينتج عنه حاجتين، جسم ساكن وجسم متحرك. جسم ساكن موضعه ما بيتغيرش مع الزمن، وجسم متحرك موضعه اكيد بيتغير مع الزمن. دي انواع الاجسام. عندنا بعد كده انواع الحركة. الحركة لها انواع كتيرة جدا، بس اللي عندنا في المنهج وجزء الخاص بنا في المنهج هم نوعين بس، الحركة الانتقالية وهي الحركة الدورية. طيب ليه سميناها حركة انتقالية؟ من اسمها انتقال، بتنتقل من مكان لمكان. المكان الاول هنسميه نقطة البداية، والمكان الثاني هنسميه نقطة النهاية. دي زي حركة المجزوفات، وهندرس حركة المجزوفات بالتفصيل. الحركة الدورية من اسمها دورية، دايرة بتكرر نفسها على فترات ايه؟ متساوية. ابسط مثال ليها الحركة الاهتزازية اللي هو اهتزاز البندول. عندنا بعد كده السرعة. السرعة دي عبارة عن تغير ازاحة مع الزمن. السرعة ايه؟ ازاحة مع الزمن، عشان ناخد بعد كده العجلة هتبقى سرعة مع الزمن. فركزوا معايا في الجزئية دي. السرعة، القانون الخاص بالسرعة الفي بيساوي الدلتا دي على الدلتا تي. الدلتا دي ده رمز التغير، تغير الازاحة مع الزمن. وحدة قياس السرعة لو بص للقانون ما تحفظش حاجة، بص للقانون هتلاقي ازاحة على زمن. طيب وحدة قياس الازاحة ايه؟ متر طول على الزمن، وحدة قياسه ثانية. وفي وحدات كبيرة زي الكيلو جرام، الكيلومتر على الساعة. طبعا عارفين بنحاول ازاي من الكيلومتر على الساعة المتر على الثانية، بنضرب في 5 على 18، بتحول من الكبير للصغير فبتضرب. طيب لو عايز تحول من الصغير للكبير المتر على الثانية للكيلومتر على الساعة أكيد هتقسم. طيب جميل أوي. عندنا بعد كده انواع السرعه. عندنا 3 انواع لانواع السرعه، 3 انواع لانواع ايه؟ السرعه. اول حاجه السرعه العدديه، السرعه العدديه اللي انا بسميها السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. ثاني نوع السرعه المنتظمه والغير منتظمه. ثالث نوع السرعه المتوسطه والسرعه اللحظيه. نبدا بالنوع الاول اللي بنسميه السرعه القياسيه او العدديه والسرعه المتجهه. السرعه القياسيه من اسمها فيها وحده، فيها كميه قياسيه. الكميه القياسيه اللي عندنا ممكن نحطها هنا المسافه والزمن. طيب السرعه المتجهه
من اسمها فيها حاجه متجهه. ايه المتجه اللي فيها؟ اللي هي الازاحه. يبقى السرعه القياسيه فيها حاجه متجهه اللي هي المسافه مع الزمن، والسرعه المتجهه فيها حاجه متجهه اللي هي الازاحه مع الزمن. طبعا دي كميه قياسيه ودي كميه متجهه. دايما السرعه القياسيه بتكون ايه؟ موجبه. والسرعه المتجهه طبعا متجهه يبقى لها اتجاهين، يا اما في بتزيد يا اما بتنقص، يا اما في الاتجاه السالب يا اما في الاتجاه الموجب. تاني نوع من انواع السرعه المنتظمه والسرعه غير منتظمه. السرعه المنتظمه دي عباره عن ازاحات جسم بيتحرك فبيقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. طيب الغير منتظمه اكيد عكسها، يعني بيقطع ازاحات غير متساويه في ازمنه متساويه، او العكس ممكن ازاحات متساويه في ازمنه غير متساويه. السرعه المنتظمه السرعه ثابته في المقدار والاتجاه، المقدار والاتجاه ثابت في الايه؟ في السرعه المنتظمه. طيب السرعه غير منتظمه المقدار والاتجاه غير ثابتين. التمثيل البياني زي ما موجود قدامنا في الشاشه. وركزوا مع السرعه المنتظمه والسرعه غير منتظمه، عشان في حاجه تانية اسمها العجله المنتظمه والعجله غير منتظمه هناخدها ان شاء الله. ثالث نوع من انواع السرعه المتوسطه والسرعه اللحظيه. السرعه المتوسطه دي عباره عن الازاحه الكليه من نقطه البدايه لنقطه النهايه على الزمن الكلي، تمام، وبنرمز لها بالرمز في داش. دي السرعه الايه؟ المتوسطه. طب السرعه اللحظيه من اسمها سرعه لحظيه، يعني سرعه جسم عند لحظه معينه، سرعه جسم عند لحظه ايه؟ معينه. عندنا بقى نخش بعد كده على العجله. احنا كنا قلنا ان السرعه هي تغير ازاحه مع الزمن. طب تغير السرعه مع الزمن هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه عجله. العجله هي تغير السرعه مع ايه؟ الزمن. وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع. لو عايز تعرف وحدات القياس بنجيبها ازاي بالتفصيل ارجع للفيديوهات اللي موجودة في القناة. انواع العجلة زي ما كنت وضحت لكم قبل كده ان السرعة فيها منتظمة وغير منتظمة. العجلة كمان فيها عجلة منتظمة وعجلة غير منتظمة، وهي نفس المقارنة تقريبا، بس انت يا دوبك السرعة المنتظمة كنت بتستخدم فيها الازاحة، بس العجلة بقى هتستخدم فيها ايه؟ السرعات. بس هتستخدم فيها ايه؟ السرعات. كنت في السرعه بتستخدم مساحات، يبقى في العجله هتستخدم ايه؟ سرعات. يعني السرعه المنتظمه هتقول العجله المنتظمه هتقول العجله اللي الجسم بيتحرك بها لما بيقطع سرعات منتظمه يبقى سرعته بتتغير بمقدار منتظم في ايه؟ في ازمنه ايه؟ في ازمنه متساويه. طيب العجله غير منتظمه هتقول العجله اللي بيتحرك فيها الجسم لما سرعته بتتغير بمقادير غير متساويه او غير منتظمه في ازمنه غير ايه؟ متساوي. طيب التمثيل البياني نفس التمثيل البياني للتمثيل البياني بتاع السرعه المنتظمه والسرعه غير منتظمه. دايما بتلاقي السرعه المنتظمه الخط بتاعها ايه؟ بيزيد طالع بالموجه بس بيزيد بمقدار ثابت. والسرعه العجله غير منتظمه والسرعه غير منتظمه هتلاقي المقدار بتاعها ايه؟ بيزيد بس ايه؟ بمقدار غير ثابت. طيب وفي نفس التمثيل، بس الفرق بين التمثيل البياني في حالة السرعة وفي حالة العجلة ان التمثيل البياني في حالة السرعة كان علاقة بين الازاحة والزمن عشان انت بتحسب سرعة. طيب في العجلة هيبقى علاقة بين الايه؟ هيبقى علاقة بين السرعة والزمن عشان انت بتحسب عجلة. العجلة لها كم حالة؟ العجلة لها ثلاث حالات صفرية سالبة ايه؟ موجبة. كم حالة العجلة؟ 3 حالات صفرية سالبة موجبة. صفرية لما الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة. طبعا عارفين ان الجسم لما بيتحرك بسرعة منتظمة هيقطع مسافات متساوية او ازاحات متساوية في ازمنة ايه؟ متساوية. معنى كده ان سرعته مش هتتغير. معنى ان سرعته مش هتتغير يعني عجلته بصفر. بعد كده العجلة السالبة لما سرعة الجسم بتتناقص مع الزمن. والعجلة الموجبة لما سرعة الجسم بتتزايد مع الزمن. بديهي جدا من اساميهم، سالبة بتتناقص مع الزمن، موجبة بتتزايد مع ايه؟ الزمن. اللي بيتزايد السرعة. الرسم البياني زي ما موجود قدامكم في الاشكال. ولو عايز تعرف الرسم البياني بالتفصيل بيتعمل كده ازاي وموجود كده بالهيئة دي ازاي، ارجع للفيديوهات اللي موجودة في القناة. الدرس الثاني بيتكلم على معادلات الحركة. عندنا 3 معادلات للحركة. الاثبات مش مطلوب علينا، ما بيجيش في الامتحانات، بس كل اللي انت محتاجه الصيغه النهائيه للقانون وتعرف انهي معادله هتستخدمها في المساله. عندنا 3 معادلات للحركه زي ما موجوده قدامنا في الاشكال. المعادله الاولى علاقه بين الازاحه والزمن، والمعادله السرعه والزمن. والعلاقه الثانيه علاقه بين الازاحه والزمن، والعلاقه الثالثه علاقه بين الازاحه والسرعه. عشان تعرف انهي معادله هتستخدمها في حل المسائل، في مثلث مش هتلاقيه موجود مع حد خالص، وفي الغالب مش هتلاقيه في اي فيديوهات، لان الكتاب اللي انا جايبه منه غالبا طلع في 2014 ما عادش نزل في الكتب، بينزل في الكتب الجديده. المثلث اللي قدامنا في الشكل ده في ثلاث كميات الفي اف والتي والدي. نستخدمه ازاي ونحل بيه ازاي؟ باختصار الرقم اللي موجود بين الكميتين، سواء كان الكميتين دول
موجودين في المسألة معاك او مجهولين، بس اللي اهم حاجة انهم يكونوا مذكورين في المسألة. الرقم اللي ما بينهم الاثنين ده الرقم اللي هتستخدمه، ده رقم المعدل اللي هتستخدمه في الحل. يعني مثلا الضلع الاول عليه المعدل رقم ايه 1 ما بين موجود بين الكميتين ايه البي اف والتي. الكميتين دولت ما دام موجودين معاك في المسألة سواء كانوا موجودين لهم كميات معلومة او مطلوبين منك، فهتستخدم المعادلة رقم 1. لو عايز تعرف بالتفصيل برضو راجع الفيديو بتاع معادلات الحركة هتلاقيه موجود في القناة. عندنا بعد كده تطبيقات من تطبيقات الحركة السقوط الحر والمقذوفات. كل اللي انت محتاجه تعرفه في السقوط الحر ان هو الجسم لو سقط من اعلى لاسفل عجلته ايه موجبة بتزيد. لو حدفت الجسم من تحت من اسفل لاعلى عجلته ايه عجلته بتقل. ركزوا معايا بعد كده. عندنا حركة المقذوفات وما تسرحوش. المقذوفات عندنا نوعين، مقذوفات رأسية ومقذوفات كده. اخدنا السقوط الحر فاضل لنا ايه المقذوفات. دي الاثنين دولت من تطبيقات الحركة. المقذوفات فيها نوعين، مقذوفات رأسية ومقذوفات بزاوية. كل اللي انت محتاج تعرفه في المقذوفات الرأسية 3 حاجات بس. اهم حاجة اول حاجة فيهم واهم حاجة فيهم ان سرعة الجسم عند اقصى ارتفاع بتساوي 0، عشان الجسم بيطلع لاقصى ارتفاع وبعد كده بيبدا ينزل تاني فسرعته ايه بتساوي 0. زمن الصعود بيساوي زمن الهبوط، وسرعة الجسم اثناء الارتفاع بتساوي سالب سرعته اثناء الايه النزول. سرعة الجسم اثناء الارتفاع بايه بتقل، كل ما يطلع لفوق بيقل، اول ما يبدا ينزل تاني بتبدا سرعته ايه تزيد. سرعه الجسم اثناء الارتفاع بتساوي سالب سرعته اثناء ايه الهبوط. طيب عندنا بعد كده المقذوفات بزاويه. عندنا المقذوفات بزاويه فيها 5 قوانين، واللي يهمني واهم حاجه في الجزء الخاص في تطبيقات الحركه بالسقوط الحر والمقذوفات الجزئيه مش مهم تعرف القوانين، انت كده كده في الغالب هتاخدها في سكيما، وحتى لو ما خدتهاش في سكيما قوانين سهل ان انت تحفظها. اهم حاجه تعرف تحل، فلازم تحل اسئله كتير، لازم تحل اسئله كتير جدا على الجزء الخاص بتطبيقات الحركه سواء سقوط حر او مقذوفات. الخمس قوانين اللي هنستخدمهم في المقذوفات بزاويه عبارة عن سرعة الجسم عند أي لحظة، وزمن الصعود، وزمن التحليق، وأقصى مدى، وأقصى ارتفاع رأسي. القوانين زي ما موجودة قدامنا في الشكل. ندخل بعد كده على الفصل الثالث وآخر جزء في المنهج، بيتكلم عن القوة والحركة. هديكم فيه تعريف القوة وقوانين نيوتن الثلاثة بتوع قوانين نيوتن الثلاثة. تعريف القوة دي عبارة عن مؤثر بيغير من حالة الجسم واتجاهه. القوة دي مؤثر بيغير من حالة الجسم واتجاهه سواء، وبيكسبه كمان عجل. وحدة قياس القوة طبعا اللي اكتشف القوة مين؟ العالم نيوتن، فهنسيب له وحدة قياس القوة اللي هي ايه؟ النيوتن. لو عايز تعرف نيوتن بيساوي وحدات القياس برضه بيساوي ايه ارجع للفيديوهات. قوانين نيوتن الثلاثة دي تاني جزء في الفصل. القانون الاول بيقول لك الجسم الساكن بيظل ساكن والجسم المتحرك بيظل متحرك ما لم تؤثر عليه ايه اي قوه. اي مؤثر ما اثرش على الجسم هيفضل على حالته. الصيغه الرياضيه دي السمشن اف بيساوي 0. القانون الثاني بيقول لك القوه بتتناسب طرديا مع العجله وعكسيا مع الكتله، اللي هي الصيغه الرياضيه بتاعته ايه الاف بيساوي ام اي. يبقى القانون الاول بيقول لك الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك، والصيغه الرياضيه بتاعت السمشن اف بيساوي ايه 0. والقانون الثاني بيقول لك الاف بيساوي ام اي، القوه بتتناسب طرديا مع العجله، القوه بتتناسب طرديا مع العجله وعكسيا مع ايه مع الكتله. عذرا العجله اللي بتتناسب طرديا مع القوه وعكسيا مع الكتله طبقا لقانون الاي بيساوي اف على ام. طب تعرف ازاي الطرد والعكسيه؟ اي حاجه لو حاجه في البسط وحاجه في المقام يبقى الاثنين ايه عكسي، لو حاجه في المقام وحاجه في لو حاجه في المقام في البسط وحاجه في البسط الاثنين ايه طردي. اللي فوق لو فوق دايما طردي، اللي عكسي اللي تحت دايما ايه عكسي. طيب عندنا بعد كده القانون الثالث بيقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الايه في الاتجاه. ده سهل جدا. الاف 1 بيساوي الصيغه دي بتاعته الاف 1 بيساوي سالب اف 2. عندنا كم قانون نيوتن 3. اول حاجه سميشن اف بيساوي 0، ثاني قانون الاي بيساوي اف على ام، ثالث قانون الاف 1 بيساوي سالب اف 2. عندنا بعد كده مقارنه مهمه جدا بين الكتله والوزن. هنقسمهم لفريقين، فريق باللون الازرق او فريق باللون الايه الاخضر. بنقارن من 5 حاجات او 4 حاجات او اربع حاجات بين الكتله والوزن. اول حاجه التعريف، ثاني حاجه النوع، ثالث حاجه العلاقه، رابع حاجه ايه الوحده. دي اوجه المقارنه الى 4. بنبدا بالكتله. تعريفها ايه؟ دي عباره عن ممانعه الجسم لتغيير حالته. الكتله ممانعه الجسم لتغيير حالته. والوزن ده عباره عن قوه جذب الارض للجسم. الكتله كميه قياسيه والوزن كميه متجهه، اتجاهه دايما لاتجاه مركز الارض، عند كوكب الارض اتجاهه لاتجاه مركز الارض. العلاقه لما تيجي تجيب الكتله الام هيساوي اف على من قانون نيوتن الثاني، والوزن بيساوي الدبليو بيساوي ام جي اللي هو من قانون الكثافه.
الوحدة وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، ووحدة قياس الوزن نيوتن، عشان الوزن ده قوة. طبعا الكتلة ما بتتأثرش بالمكان، والوزن بيتأثر بالمكان، لأن وزنك على الأرض مش زي وزنك على القمر. سدس زي ده أبسط مثال، إن وزنك على الأرض بيساوي سدس وزنك على القمر، أو العكس، وزنك على القمر بيساوي سدس وزنك على الأرض. آخر حاجة معانا في المراجعة الخاصة بفيزياء أولى ثانوي، القصور الذاتي. القصور الذاتي ده من تطبيقات القانون الأول لنيوتن، وهو اساسا عباره عن ان الجسم ممانعه الجسم لتغيير حالته من السكون للحركه او العكس. لما بتقف مره واحده مثلا وانت متحرك، بتحس ان انت عايز زي مثلا تتقلب لقدام، ده بسبب القصور الذاتي. وبكده تكون مراجعه الجزء النظري الخاص بفيزياء اولى ثانوي، ويكون انتهى. اشوفكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.